السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. أنا دلوقتي موقفي صعب وحالتنا صعبة. اضطريت أروح أسأل على قرض تبع بنك الإسكان والتعمير وبنوك وبنك تاني، لأن بنك الإسكان والتعمير لما عرف إني اللي هاخد تبعه القرض قال لي إيه؟ قال لي لازم يكون عندك وظيفة أو مرتب كبير. طيب قلت له طب لو هجيب لك ضامن واحد يكون عنده معاش هتديني كام؟ قال لي سنه كام؟ قلت له 66 سنة. قال لي يبقى مرتبه كام؟ قلت له 7000. قال لي يبقى تاخد 264 ألف وهتدفع 20% من الوحدة السكنية اللي انت عايز تشتريها. طيب فين الرحمة وفين الوطنية؟ فين الكلام اللي بتجيبوه في التلفزيون ليل نهار؟ مصدعين دماغ أهالينا. حياة كريمة، إسكان اجتماعي، قرض البنك المركزي، مبادرة البنك المركزي. فين المبادرة دي؟ فين المبادرة؟ مفيش حاجة من الكلام ده. سألتهم قالوا لي مفيش. رحت وزارة الإسكان قالوا لي مفيش القرض اللي هو نديك قرض وتختار البيت وهم يدفعوا لك. مفيش الكلام ده. يعني حتى رحمة، مفيش رحمة إن واحد يعني دلوقتي حالتنا صعبة والبلد عارفة كده ومع ذلك مفيش أي مساعدة من الدولة. القرض عايزين يديهولنا وعليه فوائد، هندفع فوائد كمان. يعني فين الرحمة؟ فين إنك تحسس إن أنا مواطن في البلد دي؟ انتوا عارفين إن في كندا ممكن تاخد قرض عشان تشتري بيه وحدة سكنية ومن غير فوائد؟ في كندا اللي هي الكافرة اللي هو مش مسلمين. وفي دول بتديك سكن ومرتب لو انت بتشتغلش او جاي لاجئ من بلد تانية. هي دي الرحمة؟ ها؟ احنا فين احنا من الاسلام؟ انتوا الاسلام اللي انتوا بتعملوه ده مش اسلام. ده مش الاسلام. اتقوا الله. ناس مش لاقية ونروح بالسبل القانونية يقولك هات فوايد وهات. الله. هو انا مش زي رجال الاعمال اللي بيسرقوا ويهربوا دول يعني؟ انا اقل منهم. ده انا طالب مبالغ بسيطة. على ايه يعني طلبت مثلا 200 ولا 500 ولا 700 ألف عشان اشتري بيت اقعد فيه ملكي، بدل ما انا قاعد في ايجار ومتهدد ويجي يوم عليا مش عارف ادفع يوم. يعني ليه ما تعملوش قرض حسن بدون فوائد واللي يتعذر يدفع يعمل طلب عذر للدولة، الدولة تقول تعفيه من دفع بقية المبلغ. زي في دول كده في الخليج يعني سمعت على ما اعتقد بتدفع تاخد قرض ما قدرتش تسدد تطلب طلب من الدولة انها تعفو عنك تروح تعمل عفو. انما كده حرام يعني. ناس قاعدة عائلات في بيوت في ايجارات وايجارات قديمة وانتوا بتشتكوا واصحاب بيوت بيشتكوا من الايجارات عايزين شققهم عشان عيالهم وكده. طب ما تسهلوا الحكاية بقى عشان الناس تعيش، عشان الناس تعيش في املاكها بدل ما احنا متلطمين كده وناس تهاجر بره وناس تروح عشان تلاقي حياة كريمة بجد. مش الكذب اللي في التلفزيون. في التلفزيون حاجة وتنزل في الأرض الواقع حاجة. وإيه حكاية كل ما واحد شاب عايز شقة يروح يقدم في قرعة ويقولك اشتري كراسة شروط في الآخر ما ياخدش حاجة أو يقعد منتظر سنين يكون سنه كبر والعروسة البت اللي مستنيها سنها كبر وهو يعني يبقى منظره وحش ويبقى كاره الحياة. وكمان عقبال ما يدوها له يقولوا له ادفع مبلغ وكمان ادفع اقساط يفضل يدفع في اقساط طول حياته. وافرض هو اتعذر يعني يدفع يعني يعمل ايه؟ هتطردوه مثلا؟ ما حد يطلع من الحكومة يفهمنا، يطلع السيسي او وزير الاسكان او وزير المالية او البنك المركزي محافظ البنك يفهمنا ايه اللي بيحصل. في التلفزيون كلام وفي الحقيقة كلام تاني. ده مرضيش حد، مرضيش ربنا. اتقوا الله فينا شوية، ارحمونا، اعملوا لنا حاجة تفرحنا شوية تحسسنا ان احنا مصريين. ده اسرائيل بتسلم للمواطن الاسرائيلي اللي هو بيجي يهاجر يهودي مثلا. راح اسرائيل قال لهم عايز وحدة سكنية زي ما انتم شايفين بيهدوا بيوت الفلسطينيين ويبنوا لهم مستعمرات ويدوهم الشقق وكمان مرتبات وهي مش بلدهم. ما بالكم دي بلدنا ولا الصحراء واسعة.